اهلا بيكم في تايم سكوير، اكبر ميادين العالم واكبر ميدان في العالم واشهر ميدان في العالم. والميدان هنا يعني مختلف، هو مش ميدان زي ما احنا متعودين، ولكن هتشوف فيه حاجات غريبه جدا، حاجات عجيبه جدا. ناخد جوله ونتفرج عليه في الويك اند، ازحم يوم في الاسبوع. ومعانا صالح من اليمن، ولكن بقاله 7 سنين هنا في نيويورك، عنده خبره هيعرفنا على تايم سكوير. طبعا يعني هو المكان سياحي بحت، في ناس هنا ممكن تضحك عليك عادي جدا، انت تضحك عليك وانت ماشي، تلاقي ناس تعمل عروض، هتلاقي ناس بتدعو للاسلام، ناس بتدعو للمسيحيه، ناس بتخرج ارواح، ناس بتنصب على الناس. عندك اهو الراجل بيعمل شو والناس تحط له فلوس، انت راح تحط له فلوس اهي يروح متحرك على طول ما انت ماشي في المكان هتلاقي عروض، ناس تعمل عروض. طبعا بيكونوا بيعملوا عروض ومتوقعين الناس تسيب لهم فلوس، وانت ممكن تتفرج برضو عادي، يعني محدش هيجري وراك. الناس دي واقفه هنا بقى لها ساعه تقريبا، عمالين يصوروا فيديوز، بيعملوا زي كفرز اغاني مشهوره. عجبك الشو ولا ايه؟ طبعا يعني بسبب الافلام الامريكيه فالناس كلها بتيجي تتفسح، هو يعني بس عايز يمشي في الشارع يحس ان هو في الفيلم، لان احنا هنا يعني افلام كتير قوي اتصورت في امريكا في كل الشوارع، وطبعا تايم سكوير طلع في افلام كتير جدا، فتبقى ماشي كده وشايف الاضواء المبهره حواليك في كل حته. دي لوحدها خروجه بالنسبه للناس، ولكن انت كواحد عايش في نيويورك مثلا انت ما بتجيش هنا اصلا، صح؟ لا تقريبا اخر مره قبل 6 شهور. 6 شهور تلاقي بص ناس هنا عاملين ترانسفورمر وعاملين بتاع، لو حد قال لك تعالى تصور معايا وتصورت معايا يبقى عايز منك فلوس، يعني مش هيعملها لك لله كده. تقريبا هذا اشهر شو ممكن يكون في تايم سكوير. المجموعه دي بيبقى في ناس بتيجي تعمل شوز بصفه مستمره، ففي ناس منهم بتتشهر من هنا، والكلام ده في امريكا كلها مش في تايم سكوير بس. يقعدوا بالساعات يجمعوا في الناس، يقعد يحمس الناس والناس واقفه مستنيه، تبقى انت بعد نص ساعه اكمل ولا ما اكملش. ده طبعا بيشجعوا على سنو، اول مره يشوفوا بيعمل كده يعني. اهو شوف بيقول له هو طار يا راجل متفاجئ، وطبعا كل يوم كل ساعه بيعملوا نفس الحركه. طب انت هنا في نيويورك بتركبوا تاكسي ولا كمواطن نيويوركي؟ اوبر اسهل، لانه اذا التاكسي هذا ممكن ينصب عليك. بس الاوبر بيبقى اغلى برضه، صح ولا؟ تقريبا نفس السعر او اقل شوي. ولا المترو؟ ولا مش كل الناس؟ طبعا هذا اذا اخذت اوبر في الاوقات اللي انت محتاجها، ولا دائما هو المترو حتى سهل انك توصل لاي مكان. في الباصات هنا اللي هي التوب فيو دي اللي ورانا ده، يعني يعتبر قهوه متنقله، اتوبيس الناس قاعده فوق بتشرب شاي وقهوه، وهو ايه على شكل كده الراجل جوه اهو. ايوه هتلاقي الناس قاعده فوق ويلفوا حوالين المنطقه وهم بيشربوا شاي وقهوه. تي اراوند تاون. وطبعا اشهر حاجه بالنسبه لينا احنا ان عربيات الاكل هنا كلها مصريين، تلاقي عربيه زي العربيه دي كده، عربيات في كل حته هم ايه مشغلين اغاني شعبي على طول. بس يعني لو انت ماشي في منهاتن في تايم سكوير وسمع اغاني شعبي ما تتفاجئش. تسلم على مين؟ عارفه؟ لا والله بس سلم. السلام عليكم. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ فين؟ بعدي عليكم كده كمان شويه. سلام. سلم عليكم. لا ده مشهور قوي، بس يعني بينشروا ثقافه الاغاني الشعبيه في تايم سكوير. في واحد تاني الراجل هو اللي جنبنا ده بيبيع ممنوعات. هو اي حد يقف يبيع ولا الناس بتاخد تصريح؟ لا هو ما في تصريح، هو ممنوع اصلا يبيعوا. بس لانهم سمحوا انهم يبيعوا في محلات، الناس بدات تبيع، صعب السيطره على الموضوع يعني. دي عربيه تانية برضو شغل اغاني على طول. طبعا في يعني اكبر البراندات هتلاقيها موجوده هنا، في محلات معينه ممكن تبقى كبيره قوي فممكن ندخل كم محل من المحلات. طبعا هذه محلات التحف، هذه طبعا نصابين
محلات الهدايا يعني تذكاريه هي اسعار معروف طبعا في اي بلد، يعني تروح محلات اللي هي الهدايا التذكاريه دي في الاماكن السياحيه هيضحك عليك. طبعا الاشاره دلوقتي مقفوله، ولكن هنا في نيويورك عادي انت ممكن تعدي لو انت بتعرف تعدي والاشاره مقفوله عادي زي مصر بالظبط. بالظبط. رحت مصر ونفس الحكايه عانيت، بس هناك ليفل اصعب شويه. طبعا يعني تايم سكوير اكتر حاجه مشهوره فيه هي الشاشات العملاقه اللي تقريبا الاعلان فيها بيوصل $5000 في مش عارف في الدقيقه ولا في الساعه. بس هم دلوقتي عاملين فيه شاشات خدمه ان انت تحط صورتك عليها. عايز ابقى اجربها، بس في حاجات غاليه وفي حاجات رخيصه شويه. الحاجات الغاليه اللي هو الناس اللي زينا $150 تحط صورتك تطلع 30 ثانيه كل ساعه لمده مش عارف 12 ساعه. ففي ناس كتير قوي بتعملها يعني. في عرسين يابانيين على فكره حطوا اعلان هنا دعوه العرس. بس بيبقى ممنوع ان انت تحط لوجو او تحط اسم براند او حاجه كده، عشان يعني ما تستعبطش وتيجي تعمل اعلان ببلاش في تايم سكوير $150 يعني. اوكي. عندنا هنا حاجه اسمها ريد ستيرز مشهوره جدا، وهي اكنك قاعد في مدرج بتتفرج على تايم سكوير من الاخر. هو يعني انت قاعد فوق بتتفرج بقى على كل اللي بيحصل تحت. تلاقي قدامك كده منظر تايم سكوير كله. الشاشه بقى اللي فيها الكيرف دي اللي بيطلع عليها اعلانات 3D، تحس ان الحاجه طالعه هتخش عليك، بس كل ما تبعد عنها اكتر كل ما الحوار ده يبان اكتر. في بقى لايف ستريمرز يجي هنا يقعد يعمل لايف ستريم طول اليوم، يقعد بالساعات قاعد بيتكلم. طبعا هو المكان يعني كله عائلات، ولكن في بعض الناس بالنسبه لها في مناظر يعني ما تعجبهمش. هتلاقي ناس بتشرب ممنوعات، الريحه اصلا موجوده على طول. عايز اضيف بعرفك على شاب جزائري مشهور هنا. يعني هو اشهر واحد. يلا الشرطه تروح تقول لهم عايز اخد معاك صوره بقى سياحه كده يعني عشان افتكرك اتصور معاك. طبعا بتوع الديزني دول ما تصورش معاهم عشان ياخدوا منك فلوس. واحد جزائري هنا بيعمل الشو، هو اللي هناك ده هو مشهور. بعد ما يعملوا الشو بتاعهم بيسيبوا اخر حركه اللي هي يعني اللي كانوا عاملين طول الشو يتكلموا عليها اخر حاجه، بعدين يبدا يلم فلوس من الناس علشان ايه يعملوا لهم الحركه الاخيره. جهزنا فلوس عشان نشترك معاهم. How are you? Doing good, bro? Good, yeah? Any more donation bonus? What about you? You got the other guys. لقمان خد بقى $5 دي حوشها احسن. هو يعني كده كده ده يعني ايه انترتينمنت شو، سواء كان ضحك هزار بتاع، عايز تدفع ادفع، مش عايز تدفع يعني ما حدش هيجبرك انك تدفع. بس انت طول ما انت ماشي بقى هتلاقي خدمات فرجك الصوره، تقف في النص هنا ويشغل لك اغنيه نيويورك ويقعد يلف حواليك، وتلاقي الناس واقفين بيوروا لك المنتج النهائي عامل ازاي. بص كده تقعد تلف كده هوب هوب هوب، تروح هنا تعمل نفس الحركه دي. ده M&M، واحد من اكبر الستورز ما كانش اكبرهم في العالم. هو مبنى كامل. محل تحف مش عارف هو ايه. ده ايه بقى ده؟ برتغيز سردين. ده السردين البرتغالي. تحس المكان شبه المتحف. هاي بيبيعوا سردين في الاخر، يعني علب سردين، بس شكل السردين البرتغالي ده حاجه يعني مشهوره. هو دي السنين دي ولا ايه؟ تاريخ الميلاد بتاع الناس يعني رونالدينيو مثلا مواليد 1980 مش عارف مين 1900، يعني حركات من الاخر هنا عشان ايه نبيع. طبعا العربيات الاكل يعني دايما بتبيع اكل حلال علشان صحابها مصريين. ده اكبر M&M ستور، يعني في العادي M&M دي انت بتروح تشتري كيس، ولكن تخش هنا بقى تلاقي ايه الباب مقفول فاتح من هنا. اغلب البراندات في المناطق اللي هنا بيبقوا عندهم زي ستور للناس اللي بتحب الحاجه، عشان مش بس يجي يشتري المنتج، لا، او يجي يشتري لبس عليه المنتج، مجات، كوبايات، منتجات من كل حاجه. يعني تحس ان احنا داخلين مول، ولكن هو المكان كله معمول بس علشان M&M. وبياخدوا لك صوره وبيحطوها في M&M نفسها في يعني على القطعه نفسها تبقى صورتك محطوطه، يا اما حرف يا اما صوره يا اما في اشياء كثيره معاها. اوكي. طيب طول ما انت ماشي في المكان عاملينه اكنه ملاهي. طبعا الاطفال بيبقوا جايين هنا ايه في قمه سعادتهم. عندك فليفرز كتير قوي، وتيجي ايه تشتري بالباوند، نص باوند $9. تيجي يعني تملى اللي انت عايزه وبعد كده توزن. تصحيح للمعلومه يحطوا الاسم بس، الاسم الاخر كله هيتاكل. شوف ايه لما بعد ما يتعمل لها سكاننج هيعملوا فيها ايه. طبعا ده ضحك على الدول. بيعملوا لها سكاننج هتشوف المود بتاعها على اي لون، فقالوا لها المود بتاعك احمر،
انت تاكلي الام الحمراء. طبعا عادي يعني الناس ممكن عارفه ان ده اي كلام، بس هم يعني بيتسلوا. هو المكان كل ده معمول بس علشان الام اللي هي قد كده. يعني اعتقد اغلب الناس اللي هنا اصلا اخر مره اشتروا ام في حياتهم كانت من زمان. بس لما يشوفوا الستور معمول بالشكل ده بيتحمسوا. تيجي تملى من هنا وبعد كده توزن. اوكي كده يبقى انت معاك الام بتاعك. يلا نمشي. على فكره هي تاني مره الحريه ام تمثال الحريه. نسيب ام ونروح نشوف مكان تاني. بص الراجل اهو يقف في النص والكاميرا تلف حواليه. طبعا عندنا هنا ايه السيتي بايك، دي موجوده في شوارع نيويورك كلها. تيجي تأجر العجله تاخدها وتوديها عند المحطه اللي بعدها. ليها محطات كتير في المدينه، تيجي تاخدها من هنا وتشوف المكان اللي انت رايحه اقرب محطه ليه تروح تودي العجله عندك. ماتش شطرنج حماسي جدا. انت بص يعني تبقى ماشي في تايم سكوير ده تلاقي واحد بيبيع اكل، واحد بيلعب شطرنج، واحد معاه قرد بينططه، اي حاجه ممكن تتخيلها هتلاقيها موجوده. بتوع الشطرنج دول هو واحد قاعد بيتحداك من الاخر ان هو يكسبك، اكيد يلعبوا على فلوس. هو الراجل بيبيع سميت. عندك كريستيانو مع النصر السعودي جنب توباك. طبعا ده هارد روك كافيه، ما اعرفش هو ليه مشهور الصراحه يعني، فاللي عارف هو ليه مشهور يبقى يكتب لنا، بس هو مشهور حتى عندنا يعني. هارد روك ده مشهور ليه اصلا؟ انا بس ادخل عشان الحمام، لان انا اصلا يعني في تايم سكوير ده بالذات تبقى عايز اخش الحمام في اي حته صعب جدا صعب ما بتلاقيش. فهارد روك كافيه في حمام، مكان عملاق، كافيه لمحبين الروك. ده اللبس اللي لبسه ستيف فاي. طبعا انا في الروك ما اقولكش يعني، انا ماليش اي علاقه بالروك غير كايروكي. عاملين ساندوتش ميسي، طبعا يعني ميسي هو اللي طبخهولك. ده تقريبا يعني من اشهر اماكن البيتزا في نيويورك، جويز بيتزا بتاع سبايدر مان. مكان زحمه والطابور طويل قوي. دايما لما يبقى في اي حاجه عليها طابور طويل كده تعرف ان هي حلوه على الاغلب، يا اما رخيصه. طبعا انا هنا كل تحركاتي بالمترو، شاري كارت مترو كده انليمتد مده اسبوع ب $34. انت في المترو بقى الناس اللي عايشه هنا ممكن يستخدم ابل باي ويعدي كده، وبعد ما يعدي عدد رحلات معينه باقي الاسبوع يبقى مجاني. انا بقى شاري الكارت ده $34 لمده اسبوع انليمتد رايد، وده بيبقى المترو والباص. المترو والباص. دي محطه طبعا كبيره عشان احنا هنا في تايم سكوير. هي محطه طبعا لما بتاخذ القطار وتخرج يعني مثلا بتروح تاخذ الباص على طول هو فري. الباص اللي بعد المحطه اللي انت واصل فيها بيبقى فري. يعني مثلا انت لازم تاخذ قطار بعدين باص، الباص اللي بعد القطار ده اللي بيكون فري. بس انا عشان شاري اصلا تيكت انليمتد ممكن اركب اي باص في اي وقت. المترو قشطه حلو، ولكن يعني المترو في الدول الخليجيه مثلا متطور عن ده ومكيف ومتدلع على الاخر. هنا طبعا هو بقاله كتير قوي يعني، هم من اوائل الناس اللي كان عندهم مترو، قدم شويه، ولكن في المواصلات هو الحل الامثل والاسرع، بالذات ان نيويورك اصلا يعني مدينه زحمه جدا. فالمترو هو احسن حاجه تتنقل بيها وارخص حاجه تتنقل بيها. الانوار بقى العاليه اللي احنا كنا شايفينها دي هي مهاتن هناك الابراج اللي هناك دي. لكن هنا الادوار ايه، تحس ان هم بيوفروا في الكهرباء يعني، عواميد كده بسيطه والمحلات والدنيا ايه على الهادي. طبعا هذا قهوه هاوس، يعتبر اشهر قهوه في امريكا. في امريكا؟ بدا في امريكا بدا 2018. اشهر قهوه يمني في امريكا؟ اشهر قهوه يمني في امريكا. مش اشهر قهوه. لا مش لا. بس طبعا هو براند الان، هو اصبح الان فرانشايز. انت عايز قهوه اصلا ولا انت عايز تاكل؟ لا احنا في معهم، انت قلت عن دايت، معهم خليه النحل. خليه النحل شخصيا؟ عرفتها ولا لا؟ قطعه يعني جزء من الخليه يعني. هي خليه النحل دي كبيره قوي دي. وين خليه النحل؟ وين العرض؟ هناك. يا عم ده مش قصدك دي؟ هي خليه هي بنت الصحن. انا افتكرتها خليه نحل بجد. ودي علاقتها بالدايت. لقينا فرع الجوز بيتزا هنا على الهادي، ممكن نجربه. عايز تجرب بيتزا اصلا ولا انت؟ جرب. بيقول لك ايه، احنا احسن بيتزا في نيويورك، وايوه انت شفتنا في فيلم سبايدر مان. بس ثانك يو. فريش موزاريلا. Now we'll take fresh mozzarella. It's hot. زي البرنس عندنا في مصر، فهو حاطط صورته مع الناس. طبعا ناس مشاهير كتير من هوليوود وناس معروفه بتيجي تاكل عنده. نشوف بقى الراجل ده اوفر ريتد ولا اندر ريتد. بيتزا شكلها ايه، تحسها بيزك كده. تعالى نشوف بقى كده البيتزا بتاعت مايكل انجلو دي انزل. ملهاش اي علاقه طبعا بالبيتزا اللي احنا بناكلها. صوص الطماطم اللي عليها حلوه والجبنه حلوه. حط يا باشا. ده ايه بقى، شطه؟ لا ده الفليكس، هذا اللي يخلي حار. البيتزات الرفيعه دي باكلها كده يعني عشان ايه، يعني سد الجوع، ولكن بالنسبه لي مش احسن حاجه. تحس ان انت بتاكل سندوتش ايه، طماطم بالجبنه.